بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من كارديولوجي سناكس ريزميا ام اي الجزء الثالث. عرفنا المرات اللي فاتت ليه ممكن يحصل اريزميا في مرضى الميوكارديال انفاركشن، وايه الانواع اللي ممكن تحصل، الفرق بين الهارت بلوك وبين الانفيريور والانتيريور ام اي، وان عادي ممكن اي واحد فيهم يحصل فيها ريفرسبل هارت بلوك او irreversible هارت بلوك زي ما اتكلمنا في الجزء اللي فات. طب جه الدور بقى على حبيب الملايين الا هو ليفت باندل برانش بلوك. احنا نوهنا كده في الجزء اللي فات ان ليفت باندل برانش بيتقسم لليفت انتيريور فاسيكل، ليفت بوستيريور فاسيكل، ولكن في الحقيقة هي شبه الشجرة، يعني هي بتتقسم كده إلى شعيرات كتيرة جدا وفروع كتيرة جدا. ممكن يكون فرع كبير منها سبتال برانش غير اللي موجود في الليفت انتيريور فاسيكل والليفت بوستيريور فاسيكل، ولكن المهم بالنسبة لنا على الأقل من وجهة نظر الاي سي جي هو الليفت انتيريور فاسيكل والليفت بوستيريور فاسيكل. النقطة المهمة بقى هي البلاد سبلاي. البلاد سبلاي بتاع الليفت انتيريور فاسيكل بيجي من الليفت انتيريور ديسندنج بس اللي هو اللاد، وبالتالي هي ليها سنجل بلاد سبلاي، في حين الليفت بوستيريور فاسيكل ليها ديوال بلاد سبلاي، تاخد برضو من السيبتال برفوريتورز بتاعت اللاب زي الليفت انتيريور فاسيكل برضو عادي، زائد بتاخد من البي دي اي اللي هو البوستيريور ديسندنج ارتري، سواء بقى هو طالع من ار سي اي او من ال سي اكس. معنى كده ان الليفت بوستيريور فاسيكل عشان هي عندها ديوال بلاد سبلاي فهي متوقع ان هي تكون مور ريزيستنت للسكيميا، عكس الليفت انتيريور فاسيكل اللي هي ليها سنجل بلاد سبلاي. لو اللاد اتاثر فهو المنطقي ان هو احيانا كتير جدا ممكن ياثر على الليفت انتيريور فاسيكل، وبالتالي يعمل المانيفستيشنز بتاعت الليفت انتيريور فاسيكل على الاي سي جي، ليفت اكسس ديفيشن مثلا، في حين لو نفس اللاد اتاثر هنا الليفت بوستيريور فاسكولار لسه ممكن تاخد بلس سبلاي من البي دي اي عادي، فمش هتظهر قوي كسكيميا. ولو فاكر ان احنا كنا قلنا قبل كده ان الرايت باندل برانش برضه بيبقى سبلايد باللاد برضه، مع كان لو اللاد اتاثر يعمل لك رايت باندل برانش بلوك زائد ليفت انتيريور فاسيكولار بلوك، يعمل لك ما يعرف بيه باي فاسيكولار بلوك، اللي هو رايت باندل برانش بلوك مورفولوجي زائد ليفت اكسس ديفيشن. ده طبعا بيحصل في بروكسيمال لاد اوكلوجن، وده بيكون بور بروجنوزس. بس انت ساعتها زي ما كنا لسه بنقول تاخد بالك ان الليفت بوستيريور فاسيكل تظل هي صمام الامان اللي بيحمي من الكومبليت هارت بلوك ما بين الاتريا والفنتريكلز. ليه؟ لان لو الانتيريور فاسيكل اتاثرت البوستيريور فاسيكل لسه ممكن توصل الكوندكشن، حتى لو هي يعني ممكن يكون في ابنورماليتي في الكوندكشن، بس على الاقل في كوندكشن ما بين الاس اي نود والاي في نود والفنتريكولار سايد او الهيسبركنجي سيستم. طيب انت برضه عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان احنا نستفيد من الكلام ده ان علشان الليفت باندل برانش بلوك يحصل في مرضى الميوكارديال انفاركشن انت محتاج الاثنين فاسيكلز يتاثروا، ليفت انتيريور فاسيكل ليفت بوستيريور فاسيكل، او الليفت مين باندل برانش هو اللي يتاثر. يعني هي الليفت باندل برانش اصلا لما بتيجي تطلع بتطلع كده، يعني ده مثلا رايت باندل وبعدين ده الليفت باندل بيتقسم لانتيريور وبوستيريور، فلو المين ستيم ده اتاثر او ليفت انتيريور فاسيكل ليفت بوستيريور فاسيكل دي انتيريور ليفت انتيريور فاسيكل ليفت بوستيريور فاسيكل الاثنين اتاثروا، ساعتها ممكن يعمل لك المورفولوجي بتاع الليفت باندل برانش بلوك في مرض الام اي. مع كده انت محتاج درجه كبيره من السكيميا عشان تعمل ليفت باندل برانش بلوك في الام اي، وبالتالي اعتماد الليفت باند برانش بلوك از ستيمي ايكويفالنت حتى اللي موجود في الجايد لاينز هو محكوم بالكلينيكال برزنتيشن. يعني مش اي مريض جاي لسبب واضح جدا ان هو مش اسكيميك كاردياك بين زي مثلا كوليسيستايتس ابنسايتس بين او فيج ابدومينال بين كده اتعمل له رسم قلب طلع ليفت باند برانش بلوك مورفولوجي، نسيب المريض بقى ونمسك في رسم قلب، لا ده عنده كذا ده عنده كذا. هو المريض مثلا بيشتكي اصلا من كوليسيستايتس وهو بيجي له كتير وريكارنت وهكذا، وده لان اغلب الحالات اللي بتشاف فيها ليفت باندل برانش بلوك مورفولوجي في الاي سي جي في الاستقبال هي غالبا بتكون ديجنراتيف نوت اسكيميك في الغالب. في الغالب طبعا مش كل الحالات ولكن في الغالب، لان زي ما قلنا الليفت باندل برانش علشان يتاثر محتاج فيري هاي ديجري اوف اسكيميا. فعلى الاقل في الحالات اللي مش جايه بانجينا او انجينا ايكويفالنت ما تجوش تقول عشان مجرد ان هو عنده ليفت باندل برانش يبقى ده ستيمي ايكويفالنت، لازم تبص على الكلينيكال برزنتيشن وكالعاده تريد ذا بيشنت نوت ذا اي سي جي. طب هل معنى كده ما ينفعش يجي ليفت باندل برانش بلوك از ميميك في ام اي او ستيمي ايكويفالنت؟ لا طبعا ممكن ينفع عادي، والا ما كانش هتتحط في الجايد لاينز يعني. لكن كالعاده زي ما قلنا ان انت محتاج تاخد البيكتشر ككل مش جزء واحد بس، الاس جي يظل انفستيجيشن فقط لا غير. فانت لا تفزع لكل ليفت باند برانش بلوك تشوفها لانها غالبا حاجه كرونيك، الا لو المريض قال غير كده. ياما المريض بيقول غير كده تطلع فعلا اكيوت. بقينا جزء يخص دياجنوز في ام اي ان ليفت باند برانش بلوك. هل فعلا السكربوزا كرايتيريا مفيده؟ وايه الفرق بين السكربوزا والموديفايد سكربوزا؟ هل هي سبيسيفيك ولا سنسيتيف ولا بوث ولا واحده فيهم؟ ويعني ايه برشلونه الجوريزم؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله المره الجايه. هذا والله اعلم، الحمد لله.